السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد تحدثنا وهذه الحلقة التاسعة وعلى ما أعتقد هي الأخيرة. موضوعنا عن شهر رمضان. يوجد مواضيع كثيرة سنتحدث عنها من كتاب الله فقط. إذن قلنا الموضوع هو شهر رمضان شهر ثابت لا يدور، فشهر في ليالي الطوال. هو ذكرى نزول القرآن، ولادة القرآن، أي شهر ثابت لا يدور. وقلنا دائما بأن كتاب ابن كثير، وفي كل حلقة في كتاب ابن كثير يقول بأن الشهور عندهم كانت لا تدور، أي الشهور القمرية، أي أن جماد كان دائما يقع في الشتاء. إذن كانوا يعوضون تلك الأيام الناقصة، ولكي يصبح كل الأمور ثابتة، أي أن جماد دائما كل سنة يصادف الشتاء ولا يدور. وكانت الذكريات، ذكرى المولد أيضا لا تدور، وكانت ذكريات الغزوات أيضا لا تدور، وكان أيضا شهر رمضان شهر ثابت لا يدور. قرون هذه الأخيرة لا ندري، 5 قرون، 6 قرون، 7 قرون، أهملوا تلك الأيام ولم يعوضوا تلك الأيام الناقصة، فأصبح كل الذكريات تدور. وحتى شهر، وأهم شيء هو شهر رمضان الذي فرضه الله لنا كل سنة نصومه في الشهر الذي نزل فيه القرآن، أي أصبح أيضا هو يدور. وقلنا وكما بينا من حلقات، من الحلقة الأولى إلى الحلقة الثامنة، بينا بأن شهر رمضان شهر ثابت لا يدور من كتاب الله، أي في فصل الشتاء في ليالي الطوال، والليلة القدر أيضا ثابتة معه. وتكلمنا كثيرا وتكلمنا أيضا عن الحدود، وتكلمنا عن المريض وعن المسافر، وتكلمنا عن الحساب، وتكلمنا كثيرا. وكما قلنا أيضا في كتاب ابن كثير كانت، وباعتراف العلماء بأن الشهور القمرية كانت لا تدور. وتكلمنا أن الأمة الإسلامية رغم ذلك فإنها تأكل رمضان، أي أنها لا تصوم أبدا. لماذا؟ لأن في الإفطار يفطرون عند غروب الشمس، والله يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الأمة الإسلامية لا تتم الصيام إلى الليل، يأكلون عند غروب الشمس. وقلنا هل الله قال هنا عند غروب الشمس أو عند آذان المغرب؟ لا، قال ثم أتموا الصيام إلى الليل. وتكلمنا كثيرا عن رمضان، قلنا 8 حلقات، وقلنا كما قلنا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، واليسر تجدونه دائما في الليالي الطوال والنهار القصير، لا في عطش ولا. وقلنا كما قلنا أيضا: وعلى الذين يطيقونه، بعده يقول لهم: وأن تصوموا خير لكم. إذن رغم أنهم صرح لهم بأن يطعموا مساكين الذين لا يقدرون على الصوم، بعدها يقول لهم: وأن تصوموا خير لكم، أي أن الصيام الله يفضل الصيام على، ويخاطب الذين لا يستطيعون أن يصوموا. إذن غير معقول أن يخاطب الذين لا يقدرون أن يصوموا، يخاطبهم في الصيف، هذا غير معقول. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أيضا لا تتوافق مع فصل الصيف أكثر من 16 ساعة، هذا أيضا لا يتوافق مع الآية. إذن الأمة الإسلامية يجب أن تراجع نفسها، ويوجد علماء أكفاء ويوجد علماء دارسين يجب أن ينظروا في هذا الأمر ويعوضون تلك الأيام الناقصة.
وشهر رمضان ليس له علاقة لا بقمر ولا بشمس، فإنما هو شهر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهر، منها 4 حرم، وفيها شهر الذي نزل فيه القرآن، شهر ندور سنة كاملة ونرجع. الشهر الذي نزل في القرآن وهو إحياء ذكرى نزول القرآن، رمضان هو ذكرى نزول القرآن. إذن كما قلنا وعدته 30 يوما، لا فيها شك ولا ليلة شك ولا شيء، إنما هي معروفة شهر رمضان 30 يوما لا ناقص ولا زائد. نتمم الصيام إلى الليل كما أمرنا الله، نتمم الصيام إلى الليل كما أمرنا الله. وقلنا ولو كان من عند غير الله، قاعدة في القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلاف كثير، أي أنك تخرج من كتاب الله ستجد اختلاف كثير، أي كتاب على وجه الأرض فيه اختلاف إلا هذا. وكما قلنا كثيرا وذكرنا المشاهد والمشاهدة بأن كل الأصناف الناس، كل أصناف البشر، أيها المشاهد أي المشاهدة، كلكم مسؤول على نفسه يوم القيامة. لا يوجد، لا تتحجج بأنني مجرد أتابع، يوجد علماء أتبعهم، لا، كل إنسان سيتحاسب أمام الله على هذا الكتاب. لا تتهرب، ابحث في كتاب الله، كتاب الله موجود في كل البيوت. إذن فالحجة ليس لك حجة، كبير صغير، له مستوى ليس له مستوى، بدوي ضابط، مالك رئيس وزير، لا يوجد صنف معين أو أن، وهذا وكما قلنا أن الدين للجميع وليس خصصا كما خصوه لبعض فئة، أي فئة معينة، لا، الدين للجميع، الدين للجميع، أكرر الدين للجميع، أي أن كبيركم صغيركم شبابكم مراهقين كلكم مسؤولون على هذا. كل إنسان مسؤول عن نفسه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. يا عباد الله اتقوا الله، بينوا للناس بأن كل إنسان مسؤول عن نفسه، والدين للجميع وليس لفئة خاصة. إذن اتقوا الله وارجعوا، توبوا إلى الله وارجعوا إلى كتاب الله، لعل وعسى أن يتوب علينا وعليكم. إذن كما قلنا أن رمضان، قلنا أن الحدود الذي وبعدها يقول الله عز وجل في كتابه تلك حدود الله ولا يا أيها الذين آمنوا نعم، ولا ثم أتموا الصيام إلى الليل، أتموا الصيام إلى الليل يا عباد الله، أتموا الصيام إلى الليل. إذا لم تتموا الصيام إلى الليل فليس لكم لا صيام ولا شيء. إذن الذي يأكل عند غروب الشمس فإنه ليس له صيام، ويكذب هذه الآية، فأنت تكذب هذه الآية وتتبع كتاب آخر، وإنك لا تؤمن بهذه الآية، وهذا شيء يجب أن يدركه كل إنسان. الله يأمرني ويأمركم كبيركم وصغيركم ثم أتموا الصيام إلى الليل وأنت تأكل عند غروب الشمس فلا صيام لك ولا رمضان ولا شيء. وبهذه وإذا أكلت عند غروب الشمس فأنت لا تؤمن بهذه الآية، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم أتموا الصيام إلى الليل تحت إصبعي، فوق إصبعي، فوق إصبعي. هنا إذن كما قلنا القرآن الله يأمرني أن أتمم الصيام إلى الليل فأتموا الصيام إلى الليل.
أمرني أن أتم الصيام إلى الليل فأنا أتم الصيام إلى الليل. الذي يأكل عند غروب الشمس فهو لا يؤمن بهذه الآية. فاحذروا أيها المشاهد أيها المشاهدة، كبيركم وصغركم، كل أصناف الناس، كل أصناف، حتى البدوي، حتى راعي الغنم، حتى ماسح الأحذية، إذا أكل عند غروب الشمس فأنت لا تؤمن بهذه الآية. ثم أتم الصيام إلى الليل. إذن وقلنا أن الليل معروف، وجعلنا الليل لباس يستر، وجعلنا والليل إذا يخشى يغطي. إذن الليل معروف. وكما ضربنا لكم مثلا وقلنا لو مثلا مرض الإنسان وذهب عند الطبيب ليكشف عنه، وأمره بأن يتناول مثلا هذه الكبسولة من الدواء، ويأمره الطبيب بأن يتناول هذه الكبسولة من الدواء في الليل، إلى الليل، يأكلها في الليل مثلا، يأمره بأن يأكل هذا الدواء خطير، يجب أن تتناوله في الليل. بالله عليكم هل سيتناوله عند غروب الشمس؟ بالله عليكم أجيبوني إن كنتم، أليس فيكم رجل رشيد؟ أجيبوني على هذا المثل. ذهبت عند الطبيب، على الأقل الإنسان يكون صحي، حتى ولم يتبع أو لم يؤمن. لا تتبعني أنا، أتبع كتاب الله. كتاب الله هو الذي يجب أن تتبع. ذهبت عند الطبيب فكشف عنك فوجد لك مرضا ما أو شيء ما، عافانا الله ولكم، وقال لك هذا الدواء خاص وخطير يجب أن تتناوله في الليل. بالله عليكم أيها المشاهد، هل ستتناوله عند غروب الشمس؟ هل ستتناوله عندما يؤذن أذان المغرب؟ أجيبوني، أليس فيكم رجل رشيد؟ إذن الله أمر أن نتمم الصيام إلى الليل، فيجب أن أتم الصيام إلى الليل. أنا أتممه إلى الليل، وأنتم أنت حر، وستتحاسب على هذه الآية، ستتحاسبون على هذه الآية. ونكمل موضوعنا. قلنا هذه تذكرة بالمواضيع السابقة عن شهر رمضان. قلنا يطعم كل يوم مسكين، الذين يطيقون فدية طعام مسكين. وقلنا لا نصوم في أكثر من 16 سنة، أكثر من 16 ساعة، ونقرأ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما هذا؟ أين هو اليسر؟ قلنا اليسر في الشتاء. تخاطب إنسان بصحة جيدة ويقدر أن يصوم يومين أو 3 متتاليين، ونقول له بالله عليك أخبرنا أين اليسر في الصيام؟ أي فصل نصوم فيه يسر للصيام؟ يقول لك في الشتاء، في الليل الطوال. إذن وقلنا كيف يقول للإنسان المريض الذي لا يقدر أن يصوم بشق الأنفس يصوم، والله رخص له أن يطعم كل يوم مسكين، وفي الآخر يقول له وأن تصوموا خير لكم؟ ما هذا؟ وأن تصوموا خير لكم. إذن ليس كما قلنا ليس في 16 ساعة وهو مريض ويقول الله له وأن تصوموا خير لكم؟ لا. إذن فهنا تعني أن الصيام في شهر سهل، شهر بارد لا يحتاج إلى مشقة، شهر فيه يسر، شهر حتى هذا المريض الذي يطعم رخص الله له أن يطعم كل يوم مسكين بمقدوره أن يصوم. إذن فعليكم أيها المشاهدة كلكم
أن تراجعوا أمور دينكم وستتحاسبون على هذا الكتاب لا كتاب آخر. إذن وأتيتكم كما ونذكر المشاهد قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير. هذه الآية كل الناس يعرفونها. إذن اخترت لكم في ابن كثير، انظروا الكتاب ابن كثير معروف لدى الجميع وكل العلماء يأخذون منه. انظروا تابعوا معي، اذهبوا في تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير في تفسير ثم أتموا الصيام إلى الليل. اذهبوا ثم أتموا الصيام إلى الليل. انظروا ماذا يقولون وما ينسبونه للنبي. النبي يتبع القرآن فقط. نذكر المشاهد النبي حاشا لله ما علمنا من نبينا أن يتبع كتابا آخر أو أن يقول من غير القرآن، أو الله يقول له أتم الصيام إلى الليل. نذكر المشاهد، اسمحوا لي، سؤال للجميع، سؤال للجميع. عندما نزلت هذه الآية على النبي: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، بالله عليكم أجيبوني، هل النبي أتم الصيام إلى الليل أم أكل عند غروب الشمس؟ أجيبوني إن كنتم صادقين. النبي عندما نزلت عليه هذه الآية ثم أتم الصيام إلى الليل، أي يا نبي أتم الصيام إلى الليل، هل النبي ترك هذه الآية وأكل عند غروب الشمس؟ أجيبوني. هل النبي لم يتم الصيام إلى الليل؟ الله يأمره أن يتم الصيام إلى الليل، وأنتم تنسبون له أنه أكل عند غروب الشمس. ما هذا؟ اتقوا الله، اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله قبل رحيلكم. إذن لنكمل لا أطيل عليكم. انظروا ماذا موجود في هذه الكتب، كتاب ابن كثير. قلنا نذكر المشاهد: ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلاف كثير. أي كتاب على وجه الأرض في اختلاف ليس من عند الله، وأيضا إلا القرآن الذي ليس له اختلاف، ليس فيه اختلاف، لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه. انظروا الاختلاف أين نجده؟ لا نجده هنا في كتاب الله، نجده هنا في كتب هنا. ماذا يقولون هنا؟ تابعوا معي. ثم أتم في ابن كثير تفسير ثم أتم الصيام إلى الليل، سورة البقرة: يقتضي الإفطار عند الغروب، يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا كما جاء في الصحيحين، أي صحيح البخاري وصحيح مسلم. أن في صحيح البخاري وصحيح مسلم يوجد تشريع أن قالوا فيه في كتاب البخاري وكتاب المسلم قالوا فيه أن النبي قال: كلوا عند غروب الشمس، كلوا عند غروب الشمس، افطروا عند غروب الشمس. وفي القرآن أتموا الصيام إلى الليل. إذن ماذا نتبع؟ بالله عليكم ماذا نتبع؟ ماذا نتبع؟ الأمة الإسلامية تتبع كتب أخرى، والله يقول أتموا الصيام إلى الليل. ماذا نتبع؟ أنتم تتبعون كتب ولا تتبعون ما جاء به الله، ما نزل على النبي. وأيضا الكارثة يتهمون النبي بأنه فطر عند غروب الشمس وأمر الأمة أن تفطر عند غروب الشمس. من أين لكم هذا؟ قوله تعالى: أتم الصيام إلى الليل هنا في كتاب في القرآن، هذا واضح. تابعوا ماذا جاء في تفسير ابن كثير، ماذا جاء: ثم أتموا الصيام إلى الليل يقتضي الإفطار عند غروب الشمس
حكما شرعيا كما جاء في الصحيحين، أي البخاري والمسلم، كتاب البخاري ومسلم، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال، أي أن عمر بن الخطاب قال رسول الله: إذا أقبل الليل من ها هنا، أي النبي قال أشار عند مشرق الشمس، قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. نسبوا هذا الكلام وقالوا أن أمير المؤمنين قاله، وقالوا أن الأمير المؤمنين هو الذي أخبرنا عن النبي. ماذا قال؟ أن عندما يحل الليل من هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. تابعوا. وعن سهل بن سعد السعادي قال رسول الله اللهم صل عليه: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ما لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، أي أسرعوا، لا تأكلوا عند الليل، لا تتمون الصيام إلى الليل، عجلوا الفطر المغرب عند غروب الشمس أو قبل غروب. المعنى تقول هكذا: عجلوا. لا يزال الناس بخير. انظروا ماذا نسبوا للنبي، والله يأمر الناس والنبي يأمره أن يتم الصيام إلى الليل هنا، وانظروا ماذا نسبوا للنبي في تفسير ابن كثير وفي الصحيحين: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هل الله قال عجلوا في الفطر في الإفطار؟ هل قال الله عجلوا في الفطر؟ قال أتموا الصيام إلى الليل. تابعوا معي. وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سمع عن أبي هريرة عن النبي يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. كارثة يا عباد الله، كارثة. انظروا ماذا ينسبون. يقولون عن الإمام أحمد، الأوزاعي، عبد الرحمن بن حدثنا قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سمع عن أبي هريرة عن النبي قال: يقول الله عز وجل. ينسبون النبي هذا الكلام. انظروا ماذا يقول النبي، بالله عليكم انظروا ماذا يقول. ينسبون الكلام للنبي. انظروا ماذا يقولون. يقول أي أن النبي، انظروا ماذا يقول. يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. ما هذا الكلام؟ هل تؤمنون بهذه الرواية أو هذا الحديث؟ أتؤمنون به؟ الله يقول: أتموا الصيام إلى الليل، وفي كتاب هنا ابن كثير يقول: الله أحب إليه الناس الذين يأكلون عند غروب الشمس أو قبل غروب الشمس بقليل. كارثة يا عباد الله، كارثة كبيرة، كارثة. هل نصدق هذا كتاب الله أم نصدق هذه الرواية أو الحديث الذي منسوب عن النبي؟ هل النبي أتم الصيام إلى الليل عندما أمره الله أم جاء بحديث وقال أحب؟ يقول الله عز وجل هذا الكلام غير موجود هنا في كتاب الله. انظروا ماذا نسبوا للنبي وما نسبوه لله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. احذروا يا عباد الله، انظروا ماذا تتبعون. يقول الله عز وجل:
كلام الله أين نجده؟ نجده هنا. هذا كلام منسوب النبي، ينسبون ويتهمون النبي أنه يوجد كلام من عند الله غير موجود هنا. انظروا، تبيان لكل شيء، هذا الكتاب تبيان لكل شيء. انظروا ماذا يقول. يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام ينسبونه للنبي ولله؟ يا لطيف يا لطيف يا لطيف اللطف. يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم. ما هذا الكلام؟ شغل عقلك، شغل عقلك أيها المشاهد المشاهدة. انظروا لنكمل ماذا يقول هنا. رواه الترمذي. احنا لا ندري هل رواه فعلا أم لا، لا نعرف. هذه الأسماوات لا نعرف هل حقا رواه الترمذي أم لا. من غير وجه عن الأوزاعي به. من غير وجه عن الأوزاعي به. وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال أحمد: حسن غريب. وقال أحمد أيضا: حدثنا عفان وحدثنا عبيد الله بن إياد سمعت إياد بن لقيط سمعت ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني البشير وقال: إن الرسول الله. انظروا، الصوم يومين. انظروا، هل الله قال لنا الصوم يومين؟ صوم يومين متتاليين. انظروا افتراءات على الله. قال على الله وعلى النبي: إن الرسول الله نهى عنه وقال: يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم الله. انظروا ماذا يقولون النبي، يأمرون ماذا يقولون على النبي، وأيضا أي النبي يرد عليهم: صوموا كما أمركم الله ثم أتموا الصيام إلى الليل. مرة يقولون أن النبي قال: افطروا عند غروب الشمس وعجلوا في الإفطار. بعدها في نفس الكتاب يوجد كلام آخر، يقولون أن النبي ماذا قال؟ صوموا كما أمركم الله ثم أتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فافطروا. يا عباد الله، اختلاف ليس اختلاف. حتى هنا يوجد اختلاف. مرة يقول عجلوا افطر، ومرة يقولون أن النبي قال عجلوا في الافطار، ومرة يقولون أن النبي قال يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلكم الفطر، أي أسرعوا، لا تأكلون عند غروب الشمس، عجلوا. ومرة يقول عند غروب الشمس، ومرة يقول عجلوا، ومرة يقول فإذا كان الليل فافطروا. بالله عليكم، ماذا أصدق في هذا الكتاب ابن كثير؟ ماذا أصدق؟ هذا الكلام ماذا أصدق؟ ولو كان صدق الله عندما قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير. إذن صدق الله. اختلاف ليس اختلاف، كلام مختلف وكلام مختلف. لنكمل. نهى عنه وقال: يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم الله ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن يوجد شرح، وبدأ يشرح لهم النبي، ينسبون النبي، وقال: فإذا كان الليل فافطروا. ورواه الحافظ بن عسكري: حدثنا بكر بن سهل حدثنا عبد الله بن يوسف
حدثنا يحيى بن ثور بن يزيد عن علي بن أبي طلحة عن عبد الملك بن أبي ذر أن رسول الله واصل يومين وليلة فأتاه جبريل فقال إن الله قد قبل وصالك ولا يحل لأحد بعدك، وذلك بأن الله تعالى قال أتم الصيام إلى الليل فلا صيام بعد الليل. انظر أيضا يوجد رواية أخرى فلا صيام بعد الليل، أي عندما يأتي الليل صوموا. ومرة يقولون في هذا الكتاب عند غروب الشمس، هاي يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا كما جاء في الصحيحين. وبعدها يقول عمر بن الخطاب، ينسبون أيضا على الأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، يقولون أن عمر بن الخطاب قال أن الرسول قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. وعن سهل بن سعدي قال لا يزال الناس بخير مع عجل الفطر. ما هذا الشيء؟ ما هذه الفوضى؟ هذه فوضى عارمة، فوضى كبيرة، كارثة 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 كارثة. إذن هذا اشتروا كتاب ابن كثير فيه 4 مجلدات، يحتوي على 4 مجلدات. وكما قلنا سابقا قوله تعالى في تفسير ابن كثير أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، يقول هنا في ابن كثير أن الصبح والمغرب طرفي النهار. إذن شرحنا هذا وقلنا أن طرفي النهار قال في ابن كثير هنا طرفي النهار تعني الصبح والمغرب، أي أن المغرب جزء من النهار. فعلا قوله تعالى طرفي النهار أي الصبح والمغرب كما جاء في ابن كثير، أي أن المغرب جزء من النهار وليس له علاقة بالليل. إذن وما بين، لكي أوضح المشاهد وما بين عند غروب الشمس حتى يحل الليل تقريبا ساعة، 50 إلى 60 دقيقة، حوالي ساعة. إذن أيها المشاهد اتقوا الله في دينكم. هذا ما قلناه هو تذكرة، مجرد تذكرة للمشاهد. وعندنا آخر ما جئنا به إن شاء الله، وإذا تذكرنا شيئا ما يتعلق بالصيام سنجعل له حلقة ونذكر المشاهد والمشاهد. انظروا يا عباد الله، انظروا ماذا قالوا أن ويوجد ومعروف لدى الجميع وللناس كلهم، يقولون أن المرأة الحائض لا تصوم. هل الله قال لنا أن الحائض لا تصوم هنا؟ أجيبوني يا عباد الله، هل أن الله أمر أو قال أن المرأة الحائض لا تصوم؟ اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله. يوم القيامة ستلعنكم النساء واحدا، ستلعنكم النساء واحدا. من قال لنا شرع هذا؟ هل الله قال؟ تنذكر المشاهد. نذكر المشاهد عن رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ونذكر المشاهد أن الشاهد هي حضر وليست رأى، أي أن الشهر هو 30 يوما، الشهر لا يرى بالعين المجردة. وذلك القمر ليس اسمه بلغة قريش، ليس اسمه شهر، وإنما شهر بلسان قريش أي 30 يوما. غير معقول نرى 30 يوما نراها بالعين المجردة، غير معقول. إذا لسان قريش ولسان محمد ولسان كتاب الله كانوا القمر فمن شهد منكم شهر أي حضر. فشهد شاهد، وضربنا مثلا في قصة يوسف، شهد شاهد من أهلها، أي شهد أي حضر الشهر. وقلنا شهد فمن شهد منكم الشهر أي شهر 30 يوم.
إن عدة الشهور عند الله 12 شهر. إذن الشهر هي 30 يوما بلسان قريش وبلسان كتاب الله. نذكر المشاهد، قلنا المرأة الحائض، هل الله شرع أن المرأة الحائض لا تصوم؟ أيضا منعوها أيضا من الصلاة، وهذا موضوع آخر سنتحدث عنه في الأيام أيام مقبلة إن شاء الله. نذكر شهر قلنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ما كان مريضا لا يستطيع الصيام أو على سفر، معروفة لدى الجميع. وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، الذين لا يقدرون أن يصوموا أعطاهم الله رخص لهم أن يطعمون كل يوم مسكين. هل الله قال أن المرأة الحائض لا تصوم هنا؟ أجيبوني أعطوني دليل. إذن لا يوجد دليل في كتاب الله بأن المرأة الحائض أي العادة الشهرية هي طبيعة المرأة، هذا أمر طبيعي للمرأة خلقه الله لها. لنذكر المشاهد أن الحيض لا يمنع الصيام ولم يشرعه الله. ونذكر ماذا يقول الله عز وجل في أمر الحائض لكي يفهم النساء خاصة ويفهم الجميع. يا أيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في سورة البقرة الآية 221. ويسألونك عن المحيض. المؤمنين جاءوا يسألون النبي عن المحيض، ولكن ما هو السبب وما هو العلة وما دخل المحيض هنا وما سنتحدث ولكي نفهم. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. انظروا الآية ما جاءت به وما هو التشريع وما أمر الله لنا وما هو السبب. كل هذا سنتحدث عنه بإذن الله. يسألونك عن المحيض، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن ماذا ينفقون. كانوا يسألون النبي وينتظر النبي حتى تنزل الآية من عند الله. لا يجيب، فوجدك ضالا فهدى. قوله تعالى ما كان لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. النبي أيضا يتبع إلا ما يوحى إليه، لا يقول شيء ولا يقرر شيء من عنده ولا شيء ولا يشرع شيء. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. قل دائما في القرآن تجد قل. يأتونه نفر من المؤمنين يسألونه على شيء يظهر لهم شيء غير معقول أو شيء ما يسألونه. إذا نزل تشريع تبارك الله، إذا ما نزلش شيء عادي. يسألونك قلنا يستفتونك قل، يسألونك قل، تجدها مكررة كثيرا في القرآن. يسألونك عن المحيض قل هو أذى. قل لهم هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. اعتزلوا النساء في المحيض، العزلة. فاعتزلوا النساء في المحيض، تبعوا ولا تقربوهن حتى يطهرن. طهارة، ما هي الطهارة هنا؟ لنكمل الآية يوجد طهارة حسب موضعها في الآية، تعني لها عدة معاني. ولا تقربوهن حتى يطهرن، هنا شيء يتعلق بالاقتراب. تابعوا معي جيدا لكي نفهم أكثر.
ولا تقربوهن أمر، هذا أمر، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. لنكمل. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. إذن هنا الموضوع يتعلق بالمعاشرة أو بالجماع أو بالعلاقة الجنسية. يسألونك عن المحيض. هذه عادة شهرية للمرأة، شيء طبيعي خلقه الله لها. ويسألونك عن المحيض، هنا قضية مفهومة، قضية الجماع بين الرجل وزوجته. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. العزلة اعتزل، لا يعتزلون الصيام يا عباد الله، لا يعتزلون الصيام. هل قال الله هنا لا يصومون؟ هل قال الله هنا المرأة الحائض لا تصوم؟ المرأة الحائض لا تصوم؟ اتقوا الله لا تفترون على الله كذب فيسحتكم بعذاب. اتقوا الله يا عباد الله. الله يخوفون هنا، لا تفتروا على الله الكذب فيسحتكم بعذاب. اتقوا الله يا عباد الله لا تفترون على الله كذب. نعم. هل قال الله هنا شرع الله لنا أن المرأة الحائض لا تصوم؟ أجيبوني أجيبوني أجيبوني. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ليس أذى في الصيام يا عباد الله، ليس أذى في الصيام. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. الطهارة قلنا لها عدة معاني. الطهارة هنا انقطاع دم الحائض، انقطاع أي انتهى الحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن، انقطاع. فإذا تطهرن فأتوهن، عندما ينقطع فأتوهن من حيث أمركم الله. تعود المباشرة والمعاشرة بين الزوجين عندما يتقاطع يكمل. عندما ينقطع المحيض عند المرأة هنا الله سماها تطهرن، ينقطع المحيض. فهنا المعاشرة والجماع كما قلنا بعد أن ينقطع المحيض. لم يقل الله لا تصوم المرأة، لم يقل. هل قال الله أي الطهارة تعني لا تصوم المرأة، لا تصوم الصيام رمضان؟ لا، تصوم المرأة في حيضها ونفاسها، تصوم عادي. الله لم يقل هنا أن المرأة لا تصوم. قلنا نعيد. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. إذن الموضوع يتعلق بالجماع بين الرجل والمرأة. جاءوا عند النبي ما دم المرأة عند الحيض، هل إنسان يجامع زوجته في هذه الحالة أم لا؟ فالنبي قال لهم ننتظر. هذا بمفهوم آخر يعني. وقلنا فنزلت الآية فورا أو بعد قليل أو بعد لا ندري. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا. لم يقل الله اعتزلوا الصيام ولا الصلاة، الصيام. فاعتزلوا النساء، أي إنسان ينام في غرفة أو المرأة تنام في غرفة أو بعيد عنها في تلك الأيام. وقلنا هو أذى
فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، لا تقربوهن، ذلك أمر من عند الله، لا تقربوهن حتى يطهرن، حتى ينقطع دم الحائض، ولا تقربون حتى يطهرن، أي طهارة هو انقطاع دم الحائض. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث، فإذا تطهرن أي انقطع دم الحائض فأتوهن من حيث أمركم الله. قضية بين الرجل والمرأة، قضية معاشرة وجماع وعلاقة جنسية، ليس له علاقة لا بالصيام ولا شيء. الطهارة هنا تعني انقطاع دم الحائض فقط. المرأة تصوم عادي في حالة الحيض، هذه هي. ونقول من يقول أن المرأة ويشرع وينسب للنبي أي شيء فليحذر عقاب الله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذب، ومن أظلم ممن افترى على الله كذب، ومن أظلم ممن افترى على الله كذب. إذن يا علماء، يا أيها الإنسان كبيركم صغيركم، إذا كنتم تعرفون أو تعلمون شيئا من القرآن فبلغوا الناس قبل رحيلكم وتوبوا إلى الله. ونذكر المشاهد والمشاهدة قوله تعالى: قلنا أن موضوعنا قد انتهى عن شهر رمضان، وفي الأيام اللاحقة إن شاء الله أو المقبلة إن شاء الله سنتحدث عن الصلاة، عن أمور الدين من القرآن فقط. مسلم منهجنا القرآن، نتبع أو ننتمي إلى ملة أبينا إبراهيم، وأوحينا إليك أن اتبع ملة أبيك إبراهيم. إذن هذا يكفي، لا ألقاب ولا رموز ولا طوائف ولا أسماء ولا شيء. مسلم منهجنا كتاب الله فقط، نتبع ملة أبينا إبراهيم، وهذا يكفي. من قال غير هذا أو شيء آخر فقد افترى على الله كذب. إذن نذكر دائما المشاهد والمشاهدة قوله تعالى: نذكر المشاهد دائما بآيات لكي يتذكرون. قوله تعالى هنا، انظروا ماذا يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. الله يعلم ما نسر وما نعلن. ومنهم الأميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إذن في كتاب ابن كثير أو كتاب صحيح البخاري أو كتب أخرى مسلم أو الكافي عند الشيعة تنطبق عليهم هذه الآية: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إذن أيها المشاهد المشاهدة، احذروا
من عقاب الله. احذروا يوم القيامة كل إنسان مسؤول عن نفسه فقط، وسيسأل عن كتاب القرآن فقط. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجور. حتى النبي يوم القيامة سيشهد بهذا الكتاب فقط، لا سيرة ولا سنة ولا شيء، ولا كتب أخرى ولا كلام آخر ولا أحاديث أخرى ولا روايات ولا أحاديث قدسية ولا شيء. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ذكر كتاب واحد في حياته، وفي يوم القيامة سيذكر كتاب واحد يوم القيامة وهو القرآن، لأن الآية نزلت وهو حي النبي. وقال الرسول: يوم يعض الظالم على يده يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيل، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليل، لقد أضلني عن ذكري بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذن يا عباد الله اتقوا الله. شهر رمضان شهر في الشتاء، في ليلة طوال، من 6 ديسمبر إلى 5 جونفي 30 يوما، كلها ليالي طوال، وتتوسطهم ليلة القدر أي 21 ديسمبر هي أطول ليلة، سلام هي حتى مطلع الفجر. أنزلناه في ليلة مباركة، تتنزل الملائكة والروح جبريل، وهي خير من 1000 شهر. فيها يفرق كل أمر حكيم. تلك الليلة مميزة على ليالي السنة، أي الأمور حكيمة، أمور عظيمة، اختيار الله الأنبياء، نزول الكتب السماوية. تلك الليلة، كل هذه الليلة يحدث فيها مميزة، يحدث فيها هذه الأمور العظيمة والحكيمة. إذا شهر رمضان 30 يوما، من 6 ديسمبر إلى 5 جونفي، 30 يوما لا ناقص ولا فيها شك ولا شيء. فيها أطول ليالي، المؤمن يحبها تلك الليالي لأن رمضان فيه احتكاف، ويقوم الإنسان والمؤمن قيام الليل طويل للشكر والعبادة. وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر، أي النهار قصير، يريد الله بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، أي أن النهار قصير، لا في عطش ولا جوع كثير، لأن النهار قصير جدا. ليالي الطوال نهار قصير، يريد الله بكم اليسر وعلى الذين يطيقون في تطعم وأن تصوموا خير لكم. إذا كل هذه الأمور، حتى نتمم الصيام إلى الليل، كل هذه الأمور، ولا نأكل عند غروب الشمس. إذا كلها أمور تشريع من عند الله، والنبي طبق هذا الكتاب وطبق هذا الصيام وصام في الشتاء وأتم الصيام إلى الليل، ولم يحصي الله، حاشا لله، ما علمنا من نبينا من عصيان ربه، هو يتبع ما أنزل الله. وقلنا أن النبي أتم الصيام إلى الليل وصام عند الشتاء، وصام في الشتاء، وصام في الليل الطوال، وليلة مباركة ثابتة أيضا في فصلها ولا تتحرك عبر الفصول. إذا وذكرى مولد أيضا النبي ثابتة، أي أن إذا كان ولد في الربيع يبقى دائما ذكرى ولادته في الربيع، والغزوات والذكريات. وقلنا الحسابات القمر والشمس ليس لهم علاقة، ليس لهم علاقة بالصيام، بل شهر رمضان هو عدة أيام صيامه في ليلة طوال. وقلنا رمض تعني الشفاء، وقلنا القرآن أنه شفاء، وقلنا لساننا ولسان كل الأمم هي آيات من آيات الله. وقلنا أن رمضان بألسنة أخرى تعني شفاء، وشفاء من أمراض تعني. إذن وقلنا الله فرض علينا شهر رمضان صيامه شهر، وقلنا الصيام تجده في القرآن هو كفارة، أي الذي في الظهر يقول شهرين متتابعين، الذي يحلف يصوم شهر 3 أيام، وفي الحج 3 أيام و7. إذن الصيام جاء كفارة. وكما قلنا ونذكر المشاهد أن نصوم إلا كفارة، أو كفارة لذنوب، أو شهر رمضان فقط، لا شوال، لا 6 أيام، ولا اثنين والخميس، ولا شيء. الصيام هو كفارة لذنوب، كفارة لذنوب. وفرض الله لنا شهرا
لإحياء ذكرى نزول القرآن ولكفارة الذنوب. وقلنا رمضان لا نصوم إلا شهر رمضان أو كفارات، كما قلنا الحلف أو الظهار، أو قضية الظهار شهر متتابعين، أو في قضية الحج نصوم 3 أيام و7 إذا رجعتم فقط، لا شوال، ولا نصوم لا 6 من شوال، ولا نصوم كما قلنا الاثنين والخميس، ولا هذه كلها افتراءات على الله وعلى النبي. إذن اتقوا الله أيها المشاهد، وتابعوا معنا إن شاء الله في حلقات قادمة. وفي الآخر ماذا نقول؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، نفسك فقط. ومن اهتدى، والهداية موجودة هنا في كتاب الله فقط. إذا خرجت من القرآن أنت ليس في الهداية، أنت في اختلاف وضلال بعيد. إذن ومن اهتدى فإنما يهتدي نفسه، هذا كله لك فقط، كلكم جميعكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل إنسان مسؤول عن نفسه يوم القيامة، كبيركم شبابكم كباركم كلكم نساؤكم كلكم. إذن فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.